بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي هنتكلم عن الجزء بتاع التدريب العملي. احنا هنشرح الكنترول بتاع فانوك 18 اي ام بي. الكنترول او البرنامج اللي قدامنا ده بيقدر يورينا بالظبط ايه اللي بيحصل في الحقيقة. قدامك المكنة، تمام، المكنة كاملة، قدامك الكنترول اللي هيبقى قدامك وانت بتتعامل مع المكنة. طبعا انت اول حاجة بتعملها لما بتقف قدام المكنة بيبقى قدامك الباب مفتوح، تبتدي تشوف الشغلانة بتاعتك ديت محطوطة ازاي. طبعا اول حاجة بتعملها بتلغي الزرار بتاع الامرجنسي، تمام. تاني حاجة بتبقى طبعا عارف الزيرو بتاعك فين، تاخده وتحطه تشتغل اللي هو بتشتغل عليه اللي هو في جي 54، وبتاخد الاوفست بتاع العدة. احنا مستخدمين عدة هنا رقم 4 سايبينها زيرو عشان واخدين الزد بتاعنا هنا في جي 54، مش واخدين عن طريق التول. طبعا لو هتستخدم تول مجازين هتبتدي تستخدم الجزء بتاع الاوفست بتاع التول، بس احنا دلوقتي هنتكلم عن جي 54 بس. طيب بالنسبة بقى للمكنة، أنا دلوقتي عندي برنامج، أنا دلوقتي محمل برنامج ومسيبه هنا على المكنة اسمه رقم 3. البرنامج ده هيقدر يفتح لنا هنا في الشغلانة ديت تشكيل معين. طيب ازاي اقدر اعمل الكلام ده؟ طبعا الكنترول هنا بالظبط بيحاكي اللي موجود في الحقيقة بالظبط. يعني في مثلا هنا الإيديت، في الام دي اي، في الجوج، وفي الهاندل اللي انت تقدر تحرك ملي، 1/10، 1/100، 1/1000. وطبعا في سنجل بلوك، وفي دراي ران، وفي كل حاجة انت فعلا هتقابلها في الحقيقة. وفي طبعا الويل اللي انت بتتحكم بيها عن طريق الفيد اللي بتزودها او بتقللها. عندك هنا برضو بتتحكم في السرعات بتاعة السبندل. طيب نبتدي نخش ونشوف ازاي هشغل برنامج. هعمل بس ريسيت عشان الالارم ده يروح. الالارم طبعا مش راضي يروح، فهعمل ايه؟ هقفل بس الالارم الاقيه راح، عشان معظم المكن بيبقى فيه ليميت سويتش لو باب المكنة مفتوح. طيب احنا هنلغي الجسم بس بتاع المكنة بحيث نشوف ايه اللي بيحصل. طبعا انا محمل هنا عندي عدة اندميل 16، ودي الخامة بتاعتي. خلاص هبتدي انا بقى ايه؟ اشغل. طيب اشغل ازاي؟ بقف اول حاجة على الوضع بتاع edit، واخش جوه البروجرام واقول dir. عندي هنا في 2 برنامج، اللي انا مستخدمه اللي هو برنامج رقم 3. بتدوس O ورقم البرنامج 3 وتدوس تحت، تلاقي البرنامج ابتدى ايه؟ يحمل. طبعا هو بياخد وقت شوية هنا عشان خاطر هو بياخده من على الكمبيوتر وابتدي يحمله على البرنامج، لكن لو على المكنة مجرد ما بتدوس تحت البرنامج بيحمل هنا على طول. اهو البرنامج عندي هنا ظهر. ايه اللي موجود في البرنامج؟ السطور طبعا بتاعت البرنامج. لو انت دوست بروجرام تاني هيبتدي يظهر لك ايه البرنامج وايه اللي شغال فيه. يعني اول حاجة بيقول لك انت شغال بجي 54، العدة رقم 4. طيب تعالوا كده نشوف لو العدة رقم مش رقم 4 هي اللي كانت متركبة، نشوف اي عدة تانية كانت متركبة ونشغل بحيث التول المجازين تشتغل معانا ونشوفها برضو تبقى ايه؟ واضحة معانا. بتقف على الام دي اي، اخش على الام دي اي واكتب D1M6 end of block. ده الكلام ظهر لي هنا. دوس insert واقول له تشغيل. بيقول لي روح للهوم عشان كان الامرجنسي طبعا دوسنا عليه، فبقف على الهوم الريفرنس يعني، واقول له اطلع لي في الزد في الاكس وفي الواي، تمام. وبعد كده اروح للام دي اي واقول له اشتغل. اهو هو المفروض كده غير العدة كده. العدة اللي راكبة ديت رقم 1. طيب انا عايز العدة رقم 4. خلاص البرنامج بقى يشتغل وهو يجيب. طيب اخش بقى هنا على البروجرام، على الميموري، بحيث البرنامج بتاعي يشتغل، وهشغله سطر سطر سنجل بلوك واقول له تشغيل. طبعا جاب العدة. تعال ندوس على بروجرام تاني نشوف ايه اللي بيحصل، ويمشي سطر سطر. طبعا
طبعا هشاف تي 4 ومش عادي، عشان هو عارف إن القاعدة رقم 4 دلوقتي. هيبتدي طبعا يتحرك ويروح للمكان بتاعه. طبعا هو شايف دلوقتي هنلغي السنجل بلوك ونشتغل. طبعا هو في هنا ترحيل في الزيرو بتاع الزد، يعني هو هيخش بعمق جامد. طبعا ده المفروض احنا نبقى عاملين حسابه لاغيين او ظابطين الارتفاع بتاع الزد بالظبط، بس ده كمثال بس توضيحي. دلوقتي شغلنا التبريد بحيث العدة تبقى شغالة. يشغل بقى عادي. دلوقتي هو دخل في الخامة وعمال ياكل. طبعا واخد بالك ان العمق عالي، طبعا ده اكيد في الحقيقة ما بيحصلش. احنا يا دوبك لو في الحديد بناخد مثلا 4/10. في المكن العادي طبعا في مكن تقدر تاخد عمق اعلى. طبعا اجمل حاجة هنا في البرنامج ان هو بيوريك فعليا ايه اللي بيحصل. لو تلاحظ هنا ده التول باص انا اظهرته، بس انت برضو ممكن شايف ايه اللي بيحصل مع التول باص وايه الحركات اللي هتتحرك. فدلوقتي احنا نقدر نقول ان البرنامج دوت بيحاكي فعلا الكنترول اللي على المكن، وتقدر مجرد ما تتدرب عليه ان انت ما تتفاجئش لما تروح تقف على مكنة وفعلا تشوف ايه اللي بيحصل، وتقدر فعلا تتعامل مع المكنة كأنك واخد عليها تدريب قبل كده. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، يكون موضح بعض الحاجات المهمة دي. شكرا.